ده احلى رغيف حواوشي هتاكله في حياتك، هتنسى اسمك من جماله. هنا في بيت اللحمه تقدر تاكل منه حواوشي عجين اسكندراني المشهوره بيه منيا القمح. هنا تقدر تحدد قطعيتك بالظبط ان كانت حمرا خالص بهذا الشكل او دسمه شويه حسب ما انت هتحب. تعال نجرب مع بعض ونعمل رغيف ونشوف الوضع هيبقى معانا ايه. لو انت مضروب مثلا في تعب سكر وممنوع من الدسم ما تشيلش هم. معايا حته لحمه متقشره ممكن اعرف اخليها لك كده متقشره جدا بطريقه البفتيك. بسم الله الرحمن الرحيم. دي مثلا بنعمل رغيف مثلا، ده رغيف دسم مالكش دعوه باللي انا بعمله. ان كان دسم شويه احنا بنجرب مع بعض. لو انت عايزها حمرا خالص مفيش مشكله، بس احنا تجربه الرغيف مع بعض. وزنت هنا 300 جرام. احط مثلا بصلايه خفيفه. انت اللي بتحدد انت عايز ايه. حتى لو مش عايز بصل مفيش عندي اي مشكله. هنا التوابل بتاعتي بالملح. التوابل عندنا احنا مركبينها على ايدينا، ما بنجيبش حاجه من بره ان هي جاهزه وكده من عند العطار، لا. انا اي حاجه عندي انا اللي بعملها على ايدي. تعال نخش على ماكينه الفرن هنفرم. بعد كده احمد هيستلم مني ويخش على الفرنه. انا تبلت لاحمد اهو. الخطوه اللي جايه احمد هيستلم مني التتبيله. انا بتبل لاحمد، بقطع وافرم لاحمد واتبل له. يلا بينا هنروح نعمل احلى رغيف حواوشي اسكندراني اللي مصر كلها بتحلم بيه. طبعا هنا هنفرد حته العجينه واوريكم بتعمل ازاي. طبعا معانا حته العجينه هنا احنا بنعجن بميه، دقيق، خميره، سكر، ملح. طبعا هنا احنا فردنا العجينه. طبعا في زباين بتحب ان الحواوشي يبقى عجين اسكندراني عادي وبيعملوا اضافه جبن. ده قطعتين على بعض. بتعمل رق تحت ورق فوق. هو رغيف الحواوشي بياخد سوا قد ايه؟ دي برضو بتختلف حسب الشغل وحسب ان الفرن ساخن او لا. طبعا هنا يعني حسب الحراره ونوع الفرن. وحسب الحراره ونوع الفرن طبعا. الرغيف لازم لما يبدا يمسك نفسه كده تلفه ناحيه النار، وده بيختلف برضو من فرن لفرن عادي. كله احمر زي ما احنا شايفين. هنبدا نقلب الرغيف جاهز، هنبدا نطلعه. طبعا هنا احنا خلصنا رغيف الحواوشي هتنسى اسمك من جماله.